انا اتنصب عليا في اوبر، فخلوا بالكوا عشان موضوع النصب في اوبر زاد. واليومين دول بينصبوا على الناس، بيسحبوا فلوسهم من المحفظة الالكترونية. ف هقول لكم ايه اللي حصل معايا بالظبط واحدة بواحدة، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك وشيروا الفيديو ده بالذات، عشان في ناس كتير اكيد الفترة دي واليومين دول هيتضروا بعد الشر عليهم ان شاء الله. فنوهوا للناس وفيدوا للناس اللي هي ايه مش عارفة. طيب، ايه اللي حصل معايا؟ انا كنت شغال عادي بالليل، اول امبارح بودي مشاوير، جالي اوردر مكتوب عليه في اي بي. ماشي، وارد، صح كده ان اي حد يكتب اي اسم، ولكن انا شغال. التقييم كان كويس جدا اللي جالي مكتوب مستر في اي بي. ما علينا. اما حد اتصل بيا بعد ما قابلت الاوردر على طول، قال لي يا فندم الاوردر اللي معاك ده في اي بي، قبل كده جالك اوردرات في اي بي؟ قلت له لا. فقال لي بناء عن تقييمك العالي فالاوردر ده جالك في اي بي، ولكن هيشتغل معاك فترة لمدة مثلا 7 ايام او حاجة زي كده. قلت له مفيش مشكلة، اهلا وسهلا، اتفضل، المطلوب ايه؟ قال لي حضرتك بس هتروح بعد ما نشيك مع بعض وتقبل عشان يعمل لي زي ابلكيشن او حاجة زي كده عنده بيسجله ليا. وقال لي هتروح حضرتك نسيته. شاكر، انا قلت بقى في بالي جه نسيته، قلت فحص، قلت له انا فاحص عامل هنا في نسيته تاني. قال لي لا، قال لي انت هتعمل تعقيم وكده كلام بقى ايه تكنيكال شويه عشان يلهيك. طيب قلت له ماشي، ها مفيش مشكله. فقال لي لا مش فحص، ده تعقيم. بعد كده سألني عن فرش العربيه، حضرتك الفرش الاصلي ولا انت حاطط فرش او قماش ولا جلد بتاع. اسئله بقى ايه يعني دقيقة، انت كده شغل. قلت له قعدت يعني دردش معايا بشكل عام كده. والمهم بقى ايه، جه بقى في الجنب المادي بيعقد لي الامور شويتين. طب حضرتك المفروض انت المبلغ دوت الاجمالي اللي انت هتاخده طوال الفترة مع الكاستمر او العميل دوت يكون المبلغ ده 300 دولار. وطبعا انت مش هتاخدهم كاش، تمام. فقلت له مفيش مشكلة، لو هاخدهم دولار. فقال لي لازم يكون عندك حساب دولاري او كده. قلت له عندي حساب دولاري. آه، عقد الامور تاني. قلت له خلاص لو مش هينفع اخد، انا ما عنديش مشكلة يعني، سواء اخدهم دولاري اخدهم مصري. قال لي بس هو، قلت له على الكاش. قال لي فما فيش كاش، فلازم هم ايه، هو بيديحهم على الابليكيشن فانت هتستلمهم. بس لازم يكون عندك ليميت او حاجة زي كده عشان تقدر تستعيب المبلغ والكلام ده كله. وقعد بقى يقول لي مش فيزة مشتريات وكلام ما الى ذلك. انا حتى يعني النص الاخير او الجزء اللي اما بدأ الموضوع بقى استشف ان احنا دخلنا في غرقة بعد الشر يعني، قمت مسجل المكالمة. فبيقول لي ايه، يعني انا حاجة غريبة قوي، بيقول لي خلاص احنا بس ايه هتحول تحويل لحظي بيتبعت ويترد في ساعتها، عشان تقلب المحفظة بتاعتك تستعيب دولار بدل ما تستعيب جنيه. كلام كده غريب واول مرة اسمعه. قلت له طب يعني انا واقعد اقول له ايه ويقول لي ايه، الكلام طول قوي وعقد. قلت له انا، يقول لي مش فاهم ازاي ومش فاهم ازاي وكده. قلت له طب انا فاهمك، كلام باين، بس خطواته ازاي يعني، ده هيتعمل ازاي، انا مش فاهم يعني. انا هنعمل ايه يعني، تمام. وقبل كل ده عشان يوثق لي انا قلت له طبعا الموضوع ممكن يبين لي عفوا يعني انه نصب. قال لي لا يا فندم ازاي؟ قال لي انا هتصل بيك دلوقتي، اقفل، انا هقفل وهتصل بيك رقم تاني ورقم تالت ورقم رابع. ماشي، اتصل 15 رقم. قال لي هو في حد بيعمل كده على اساس يعني ان اوبر بيغيروا الارقام، محدش بيبقى عارف الرقم الا الرقم اللي هو متسجل في اوبر بس. فاتصل بيا برقم واتنين وتلاتة واربعة، وقال لي انت تقييمك كذا وعندك عدد رحلات كذا والكلام ده كله. قلت له طب ما هو كل الكلام ده بيبان عند اي حد طالبني عادي. قلت له طب في حاجة انا اقولها لك بقى، ده اللي خلاني ايه اتيقن الموضوع.
قلت له تقدر ما دام انت من الكنترول او من الابليكيشن عندك وعارف بياناتي؟ قال لي اه. قلت له تقدر تعرف اخر رحله انا عملتها منين لفين وخدت منها كام؟ قال لي لا دي مش عندي انا في السيستم ده ومش عارف ايه. لقيته ايه مش عارف. طيب قلت له في حاجه تانية. قلت له ما دام هو كاستمر او زبون في اي بي حاجه كده سبيشال، يعني من باب اولى برضه انا بتكلمه بقى بالعقل. ما طمعتش يعني، ما جريتش ورا الطعم اللي هو بيديهولي اللي هو $300 ده وريل وخلاص. فقلت له من باب اولى تكلم حد يكون شغال كومفورت ومعاه عربية اعلى واحدث، موديل حديث واعلى ترفهه اكتر، ده من باب العقل يعني. فقال لي والله يا فندم السيستم هو اللي ظهرك معايا في الزوم بتاعتك بناء عن تقييم حضرتك اللي هو 4 مش عارف 87 او 486. فقلت له طب ماشي. قلت له طب المفروض يعني اعمل ايه وكده؟ قال لي هتخش على المحفظه، انا بعت لك رقم، الرقم ده اعمله نسخ وبتاع في الرسائل بتاعه الاوبر عادي. فماشي انا جريته. قلت له يعني نفتح انستا باي وبتاع، وقعد بقى يسالني الاول اخر تحويل عندك كان كام وتاريخ ايه وكده، والفي المتوفر كام في الرصيد وبتاع، بيلهيك عشان يعرف اللي عايز يعرفه. وعايز نبعت اللي في المحفظه عندي، المبلغ المتاح عندك، ويا فندم ده بيتبعت لحظي تاني بيترد ثواني عشان بس المحفظة عندك تتحول من استقبال جنيه لاستقبال دولار. قلت له لا الكلام ده مش عاقل كده، وانا يعني مش مستعيب الكلام ده بصراحة. قلت له انا كده مفيش تشينج، انا داخل احول لك تحويل عادي بمحفظة زي اي حد بحول له، زي اي حد بيحول لي، ده تحويل، احنا مش بنغير عملة كده، فين التغيير؟ قال لي لا يا فندم مش لا وبتاع، وكلامه بقى قمه في الذوق وقمه في الادب وعاقل جدا. نصاب بقى لازم يبقى ذكي قوي يعني. فقلت له طب اصبر عليا، انا دلوقتي الموضوع ده غريب جدا عليا، وانا في حد اعرفه شغال كومفورت وتقييمه اعلى، فانا هرجع له اكيد اتحط في موقف شبه ده وهو عارف، على الاقل عشان ايه اخلص اموري معاك سهل سهل. المهم لاني ايه هخلع منه. فقال لي انت كده هينزل لك غرامه وتقييمك مش عارف هيبقى هيتعمل فيه ايه وكذا 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 وكذا. فانا ايه كل الكلام ده بقى مسجله هنا على التليفون على المكالمه، وقال لي المكالمه متسجله، وقلت له انا كمان مسجل المكالمه، تعالوا نسمع مع بعض قال ايه وايه اللي حصل. فين يا عم الحاج المسجل الصوتي؟ طيب ادي المكالمه. انت دلوقتي عايزني اضيف لك الفلوس اللي معايا انا، وانت بتقول هترجعها لي تاني. انت مش بتضيفها لي، انت بتعمل استبدال عن طريق الابلكيشن. بص يا استاذ محمد، حضرتك انا اكدت لك مغير لك الرقم 3 مرات اول نقطه، تمام، وقلت لك حضرتك ايه المانع ان انت تتصل ب3 ارقام او ب4 ارقام كمان؟ يعني ايه الترك في كده؟ هو في عميل بيعمل كده يا استاذ محمد؟ يعني انا بكلمك بكل امانه ومصداقيه، في عميل بيعمل كده؟ طيب يا فندم ما مش عارف، عادي ممكن تتصل برقم، ممكن تتصل، يعني امنعك يعني؟ ازاي؟ طيب يعني انت قول لي ازاي. وبعدين في ملحوظة تاني كمان، يعني انت دلوقتي في عميل خاص بتقول لي هتعامل معاه مفيش ادنى مشكلة عندي، بس يعني المفروض اصلا في فئة تانية اللي هي كومفورت، هي اصلا مش متاحة عندي، ممكن توفر له درايف بكومفورت يكون افضل على حسب سيارة افضل. اختيار سيستم مش اختياري انا، فاهم؟ يعني انت اعلى تقييم في المنطقه 487. تمام. دي القصه ان انت كنت اعلى تقييم في المنطقه. دي النقطه يا استاذ محمد. فانت شايف ايه؟ نتوكل على الله والموضوع ما فيهوش اي مشاكل، ولا انت شايف ايه؟ والله حاول تحل لي موضوع النقود ده، انا ما عنديش مانع سواء اخدهم دولار او اخدهم مصري، مش مشكله. بص والله يا استاذ محمد انا اقول لك كلمتين. فانا يفضل اخد المبلغ كاش لو هو في شغل فعلا، فانا ما فيش مانع، بس مفيش تسليم نقدي يا فندم، مفيش تسليم نقدي في المشاوير الجايه دي. طب حولها لي كاش عادي بالمصري، قصدي سوري، حولها لي على المحفظه او انستا باي بالمصري وخلاص، ما انا ليه اتعقد لي الامور؟ انا مش بعقد والله لحضرتك الامور، يعني انا صدقني والله العظيم يا استاذ محمد مش بعقد لحضرتك الامور.
ثم تاني حاجه دي معامله لحظيه، يعني المعامله بتتصرف في نفس الوقت بتجيلك بالدولار. فاهم يا استاذي؟ نعم معاك. هو طيب ايه المشكله بس مع حضرتك؟ يعني وضح لي بس، انا محتاج ان انا اكد لحضرتك اول حاجه بس. يا فندم ايوه. محتاج اعرف ايه المشكله مع حضرتك بس. طيب انا ممكن اراجع مع حد الموضوع ده، حد خبرة عني يعني وقديم في الشغل، افهم منه وهو يوضح لي يفيدني. يعني انا عشان اكد لك برضه بعت لك هل كل شيء على ما يرام دلوقتي ظهرت. بعت لي ايه؟ هل كل شيء على ما يرام طب دي بتظهر عادي طبيعي. مفيش حاجة عندي. ظهرت قدامك رايد تشيك هل كل شيء على ما يرام؟ ابعت تاني كده. بعتها لحضرتك المفروض ظهرت. لا ما عنديش. وبعت لك تم طلب التحويل بالدولار. جات لحضرتك. تم طلب وبعد كده التحويل تم طلب بالدولار. التحويل بالدولار ورقم المرجان. ظهرت. طيب هو انا مش فاهم هو ايه المشكله يا استاذ محمد، اللي انا شايفك استفزيته. ساكت يمكن ترد عليا. مش عارف ايه المشكله معاك صدقني. طيب ممكن ابعت لك رسالة عادي على التحويل بمبلغ يعني اقل من كده، وانت عايز نبعت لك الرصيد بتاعي كله ازاي؟ ما انا ما اعرفكش. انت مش بص يا استاذ محمد، والله انت مش بتبعت. بص كتبت لك استبدال وليس تحويل. جات لحضرتك. استبدال وليس تحويل. مظبوط. تمام. طيب فاستاذنك نتوكل على الله. والله يا فندم مفيش اي مشكله. يعني هيبيد. بتبقى معامله لحظيه في لحظات، المعامله بتترفض تيجي لحضرتك بالدولار. فهمت؟ حاضر. افتح يعني لسه باقي دلوقتي. انا اتوكل على الله ولا هطلع لي حجه ثانيه ومشكله ثانيه؟ انا ما طلعلكش حجه، بس انا الموضوع يعني غريب عليا خالص، ما حصلش انت معايا عشان موقف شبه ده، ولا سمعت عنه حد قديم حكى لي حاجه شبه دي. ايه ما هو انت يا فندم الموضوع ده لسه بقاله فتره قريبه مش كتير. لسه جديد. حاضر خليك بقى معايا. انت عايزني افتح الانستا باي. يعني هو بيظهر الاسم الافتراضي ورقم المرجع الافتراضي والكلام ده كله. اعمل انستا باي، ارسل له كود. انا دلوقتي هخش على انستا باي اهو. واحده واحده. خدت الرقم كوبي بيست ولا تحتاج امليهولك ولا ايه؟ هنقدر ناخده من جوه كوبي بيست. خلاص اوضحهولك. خدناه نسخ كوبي اهو. طيب خلاص تخش على انستا باي. تمام دخلت. ارسل له كود. بعد كده بتختار المحفظه الالكترونيه اخر واحده على الشمال. اخر واحده. بتختار بتكتب الرقم دي في بيت. دي في الرقم. والمبلغ اللي عند حضرتك كام تقريبا؟ عايز يعرف معاك ايه؟ هو كده يا فندم ده مش استبدال، ده كده ارسال. والله استبدال. انا قلت لك بتعمل معامله تحويل بتترصد وبتجيلك بالدولار. يعني كلامي واضح، انا ما وضحتلكش اي حاجه غلط. بص يا استاذ محمد، انت توكل على الله. صدقني الموضوع ما فيهوش اي مشاكل، يعني هي معامله لحظيه. فاهم؟ طب ابعت لك 50؟ يا فندم 50 ايه؟ انت مش بتبعت. هو المعامله لا ده ارسال. هو كلام مش انجليزي ولا حاجه غريبه، ده موجود بالعربي، واول مره مش اول مره ابعت ليه. دي طريقه امساك، مفيش اي حاجه فيها تحويل، مفيش اي حاجه فيها تشينج يعني. لا انا هوضح لحضرتك. قال لي تشينج يا فندم عن طريق المحافظه الالكترونيه من خلال اوبر. فاهم؟ التشينج ده يا فندم بتكون معامله لحظيه، معامله بتترفض وبتيجي لحضرتك بالدولار في نفس الوقت يا فندم. انا وضحت لحضرتك الكلام ده كله في الاول. انت هتتاكد يا فندم لما تعمل الاجراءات دي. والله يا استاذ محمد الموضوع ما فيهوش اي مشاكل. انا في حد دلوقتي تقييمه احسن مني ومعاه عربيه كومفورت، انا هكلمه دلوقتي وارجع له، وممكن يكون عنده خلفيه بالموضوع ده، هاكد عليه وخليه يشرح لي وارجع لك تاني. خليتني كتبت التقرير وخليتني عملت الاجراءات كلها. انا اسف لحضرتك. لو حضرتك مش حابب ممكن نكنسل وننزل الغرامه والرسوم عليك، مفيش اي مشكله. تحت امرك. تحت امر حضرتك. طب حابب نكنسل؟ الغرامه بتكون 6200 والتقييم بتاع حضرتك بينزل يا فندم 50% بس. مفيش مشكله. طب هنقفل الغرامه؟ نزل. غرامه ايه؟ غرامه الالغاء. انت يعني عايز تحطني في اي حاجه وخلاص؟ والله يا استاذ محمد مش كده. انت ليه فاكرني ان انا ضدك يا استاذ محمد؟
صدقني والله انا دلوقتي بعيش اصلا فلوس، انا بقول لك رقم كده وخلاص عشان بشوفك هل انت فعلا فاهم حاجه وعارف حاجه او لا. انا هعرف منين يا استاذ محمد؟ طيب انا هعرف منين صدقني؟ ماشي، المبلغ اللي انا قلته لك ده اصلا مش صحيح. خلاص المكالمه كده كده مسجله وفي قسم مختص يتابع معاك. تمام، انا برضو مسجلها عندي. خلاص اوكي اللي انت حاطه. تحت امرك. تحت امرك يا فندم، مع السلامه. مع السلامه. ده انا قبلها يا جماعه عشت معاه شويه ماشي. والاوردر بقى حطه فين ابن النصحه عشان ايه ما ينزلوش كل شويه خصم، ده اللي انا خدت بالي منه. هو طبعا ما خلينيش اوصل لحد الاوردر يعني، وقال لي طب اقف عشان بس هو ده لسه بس ايه بنعمل الابليكيشن وكده. حطه فين؟ حطه انا كنت في المانيال، هو بين في النيل بقى نفسه. حط النقطة في النيل بين النهر والضفة الناحية التانية ماشي. فانت هتخش النيل تقف له ازاي عشان يعدي عليك؟ فاهمني؟ عامله مكان عوامة او مكان مركب بيعدي، فاهم ازاي؟ النقطة معلمها يدوي مانوال بايده على الخريطة، الدبوس حطه في نص النهر عشان ايه برضو لو وصلت هناك حد الشارع على الكورنيش ما تعرفش تخش النيل، ما يفضلش يعد عليه. الاوردر ده جالي من فترة برضو بس ما اعرفش بقى ان هو كده. انا قلت اكيد ده هو ده اللي حصل معايا من فترة، اوردر كده جالي وما كلمنيش تقريبا، لقط مع حد تاني في نفس الوقت، حاجة هنجت او كده، وساعتها ما حدش كلمني وانا فضلت واقف شوية ولقيت الاوردر كده قمت كنسلته بنفسي يعني. لما انا قربت لقيته مكان في نص النيل، افتكرت ان هو اسأل حد حط عوامة اللي هو زي السون ست وما خلافه وهيركب معايا والكلام ده، ولكن ما لقيتش. فخلوا بالكم يا جماعة الموضوع ده منتشر، وهو نفسه قال لك لسه الموضوع جديد، فهم معتمدين الموضوع بيستغلوه بقى من ناحية سائقين الاوبر عشان لسه ايه. اما الموضوع بتاع نصب المحافظ الالكترونية والكلام ده معروف وبقاله فترة وخلاص اتهرش. فدلوقتي بيستغلوا الناس بقى ايه في موضوع اوبر ده. وفي نفس الوقت انا الموضوع روشني وعلق معايا على سبيل ايه، ان انا كان عندي مشكلة حتى منزل عندكم في المنتدى ان كان عندي ناس عامله لي تقييمات مش كويسة وبتاع، وان اوبر عايزين يحظروا لي الاكونت بتاعي. فانا قلت الموضوع بقى مسمع مع بعض وعامل لي روشة. لسه مفيش كام يوم وحد تاني اتصل بيا من دعم اوبر، قلت لا في حاجة رابطة ببعضها، فاهمين ازاي؟ اللي متابع عندي اكيد هيبقى عارف. فربنا يستر علينا وعليكم. الحمد لله يعني انا خلعت منه بس حرقت دمه كيفته برضه. وقعدت احسب الموضوع بقى، بيقول لي انت هينزل لك غرامه وبتاع وتقييمك هينزل النص. قعدت ادير الكلام ده في بالي واسمع الكلام واسمع المكالمه. بعد فتره بقى كنت متوتر وسايق وبتاع، فاتاكدت بنفسي ان الموضوع شمال. ودخلت كمان، خلوا بالكم بقى النقطه الاكيده، دخلت اعمل عليه شكوى وبلاغ، ولقيت في اوبر في الدعم ان هو اصلا اوبر بتقول لك مفيش اي حد يكلمنا او يكلمك بالتليفون، او مش الكلام ده كله اللي حصل ده. اوبر كاتباه كده بالنص، تقول لك كل المعاملات بتكون من داخل الابليكيشن نفسه، الدعم ومحادثات والكلام ده. مفيش حد هيتصل بيك يقول لك كذا كذا زي اللي حصل معايا ده. بس انا عشان مش عارف وما خدتش تجربه زي دي وما حصلش معايا موقف شبه ده، فاكيد ممكن انتبه شويه يعني. انا لو عندي يقين كامل انا كنت هزقته وقفلت في وشه، زي ممكن بعد كده مره تاني يحصل معايا او يحصل معاكوا فهزقوه على طول واشتموه، اقل واجب معاه واقفلوا في وشه وبس. ويا رب يكون ايه الفيديو ده هيفرق اكيد مع ناس. مش هقول يعني يجهلوا الجهل العلم بالشيء، طبعا ده شيء وارد، ولكن ناس اكيد مستجدة وناس جديدة هيحصل معاها بنسبة 90% او اكتر حاجة زي دي، واحنا مش عايزين حد مننا يتضر. فخلوا بالكم يا جماعة. الناس القديمة بقى فدي بتبقى عارفة اكيد يعني، بس الناس الجديدة اكيد مش هتبقى فاهمة الموضوع ده. وربنا يستر علينا وعليكم، وحاولوا تشيروا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.